بما ان فيلم ذا اوديسي خلاص نزل، في ناس كتير لحد دلوقتي وانا كنت واحد منهم متلخبطين بين روايه ذا اوديسي وروايه الالياذه، وهل هما الاتنين واحد وبيكملوا بعض ولا ايه؟ طب فيلم تروي اللي نزل سنه 2004 بتاع براد بيت ايه علاقته بالموضوع؟ عشان كده انا جاي النهارده احكي لك فيلم تروي، بس مش هحكي لك الفيلم وبس، انا كمان هقول لك على الغلطات والحاجات اللي الفيلم ما اقتبسهاش من الروايه الاصليه، وهقول لك كمان ان الفيلمين مش مرتبطين ببعض قوي، بس انا بفضل ليك انك تشوف فيلم تروي قبل ما تخش فيلم ذا اوديسي، او هتشوف فيلم ذا اوديسي، لان الاحداث ممكن تكون مرتبطه ببعضها شويه. يعني احداث فيلم ذا اوديسي بعد 10 سنين من احداث فيلم تروي، لان احداث فيلم تروي بتركز على حصار طروادة وايه اللي حصل عشان يخشوا المدينه المشهوره باسوارها العاليه دي، انما بقى ذا اوديسي بتاع كريستوفر نولان تركيزه كله اننا خلاص خلصنا الحرب ودخلنا طروادة وعدى 10 سنين كامله، عايزين بقى نرجع تاني للوطن بتاعنا اللي هو اليونان، لان ساعتها الناس كلها اللي كانوا في اليونان فاكرين ان خلاص اكيد الناس دي ماتت، يعني بعد 10 سنين فاكيد الناس دي مش هترجع تاني. فيلا بينا احكي لك فيلم تروي. بنبدا مع اتنين ملوك واقفين قدام بعض وبيتكلموا، واحد فيهم هو الملك اجمنون، وده المفروض ان هو بيحكم تقريبا كل اليونان ومعاه الجيش اليونان كله تحت ايده، بس الملك التاني واقف ومش عايز ينضم معاه وبيقول له انا مش عايز انضم معاك، فاجمنون بيقول له لا انت هتنضم معايا والجيش هيجي يحارب باسمي وانا هعمل ده غصب عنك وبالقوه. فالملك التاني بيقول له انت عايز ايه؟ انت عايز كل حاجه بالدراع يا عم، ده الدنيا حتى مش باقيه، فانت عايز ايه من كل ده؟ يعني كل الجيوش اللي معاك دي مش مكفياك؟ فبيرد عليه اجمنون لا مش مكفيني، انا عايز اليونان كلها تبقى تحت ايدي. فالملك التاني بيرد عليه بيقول له خلاص انا عندي اقتراح، انت تختار اقوى راجل في الجيش بتاعك وانا هختار اقوى راجل في الجيش بتاعي، ويحاربوا بعض واللي هيكسب مننا يمشي كلامه على التاني. يعني لو انا كسبت انت هتمشي وهفضل انا ملك الجيش بتاعي هنا، ولو انت كسبت هتاخد جيشي وهنبقى كلنا تحت ايدك. اجمنون بيوافق طبعا. فالملك التاني بينده على واحد بيجي، واحد كده بيبقى شكله ضخم عملاق شكله فحل حرفيا، وبيبص لاجمنون بنظره اللي هو انت شايف الراجل بتاعي عامل ازاي. اجمنون ما بيهموش كل ده وبينده بيقول اكيلس اكيلس، بس مفيش حد بيعبره. فالملك التاني بيضحك ويقول له شوف اي حد بيشوف الفحل بتاعي ده اكيد هيخاف ومش هيجي. فاجمنون بينده على قائد الجيش بتاعه بيقول له امال اكيلس راح فين؟ فبيقول له معرفش بس انا بعت عيل صغير يدور عليه. فبنشوف بقى ان في عيل صغير راح للمعسكرات بتاعه الجيوش وبيخش خيمه من الخيام اللي هناك، فبيلاقي ان اكيلس دوت نايم مع بنات في السرير ومقضيها، فبيصحيه بيقول له يا عم اكيلس الحرب بدات انت فين؟ الملك بيدور عليك. فاكيلس بيقول له يا عم صحيني بكره الصبح. فهو بيقول له يا عم احنا بقينا بكره الصبح قوم بسرعه يلا. اكيلس بيقوم بسرعه وبيلبس وبيروح الملك اجمنون، بس باين اصلا على اكيلس ان هو ولا بيطيق الملك ولا الملك اصلا بيطيقه. بس اجمنون بيقول له انت المفروض تحارب الراجل الضخم اللي هناك ده وتكسبه. فاكيلس بيقول له انا هحارب بس مش عشانك انت ولا عشان اسمك، انا هحارب بس عشان انا عايز اثبت ان انا اقوى واحد هنا، بما انهم بيقولوا ان ده اقوى واحد في الجيش عندهم. بعدها اكيلس بيخش على الراجل الضخم ده بس حرفيا من ضربه واحده بس بيوقعه وبيقدر ان هو يهزمه، هي ضربه واحده بس. فبعدها الملك التاني ده بيروح لاكيلس وبيديله الرمح وبيقول له الرمح ده بتاعنا بتاع الملك وتقدر دلوقتي تديه للملك بتاعك، لان احنا خلاص بقينا كلنا تبعكم دلوقتي ونستحق ان احنا نكون تبعكم بعد ما شفت قوتك دي كلها يا اكيلس. فاكيلس بيقول له ده مش الملك بتاعي اصلا وروح انت اديهوله بنفسك، وبيسيبهم كلهم وبيمشي. بس الملك اجمنون بقى متغاظ وبيتكلم مع القائد بتاعه بيقول له انا ما بحبش اكيلس ده، الواد ده شايف نفسه وما بيسمعش كلامي. بس القائد بيرد عليه بيقول له بس ده اقوى واحد عندنا، ده اقوى محارب اصلا في اليونان كلها ولازم انت تاخده على قد عقله عشان هو ده اللي هيكسبنا اي حروب هنخشها. الناحيه التانيه بقى بنروح لليونان برضه بس في مملكه سبارتا، وبنشوف ان في ملك قاعد ومقضيها احتفالات وبيتكلم مع اتنين امراء، والاتنين الامراء دول بيبقوا باريس وهيكتور، المفروض ان هم اولاد ملك الطروادة جايين عشان يعملوا عقد سلام مع سبارتا، وان هم يبقوا في سلام ما بين المملكتين لانه طول عمرهم بيتحاربوا. ملك طروادة دوت بعتهم مخصوص عشان يعملوا السلام ده. بس يبقى في نظرات كده بين الامير باريس وهيلين اللي هي مرات الملك سبارتا، نظرات مش كويسه، وفعلا هي بتطلع اوضتها هو بيطلع وراها، فبتبص له كده وبتقول له انت ما كفكش اللي حصل ما بيننا امبارح؟ بيقول لها لا ما كفنيش وانا عايز ده يحصل كل يوم. ويقول لها انا بحبك، انا من اول ما شفتك وانا بحبك. قالت له بس انت عارف انا متجوزه ملك سبارتا واخوه كمان، انت عارف مين اخوه؟ اخوه يبقى ملك اليونان كلها اجمنون، ولو اصلا اجمنون دوت شم خبر بالحوار اللي ما بيننا ده فالسلام اللي انت جاي عليه كله هيبوظ وهتبقى حرب كبيره. فبيقول لها ولا يهمني كل ده، انا كل اللي يهمني انت، وانا هروح في اي مكان انت فيه، ايه رايك نهرب؟ انا النهارده اصلا همشي وارجع لطروادة تاني، تعالي اهربي معايا محدش هيعرف يوصل لك. قالت له ازاي؟ اجمنون هيعرف يوصل لنا بكل سهوله. قال لها تمام هو هيجي بس ما تنسيش ان احنا في طروادة عندها اكبر حصن موجود وعمره ما يعرف انه يوصل لنا ولا يدخل لنا، المهم نبقى انا وانت سوا. فهي بتبدا تفكر في كلامه بس من جواها ممكن تكون حاسه ان ده غلط، هي بتحب باريس وعايزه تروح معاه بس حاسه ان اللي بيحصل ده غلط. هيكتور بقى بيلاحظ ان اخوه نازل من فوق من عند الملكه، فبيساله انت كنت فين؟ بيقول له يعني كنت بشم شويه هوا. فبيقول له خد بالك اللي انت بتعمله ده غلط يا باريس. فبيقول له ما تقلقش. فهيكتور بيقول له لا دي مش زي البنات اللي انت بتلعب بيهم، دي مرات ملك سبارتا وانت عارف اخوه مين. فبيقول له عارف ما تقلقش مش هعمل حاجه طايشه. بعدين بقى خلصوا ما بيخلصوا معاهده السلام دي مع ملك سبارتا، والمفروض ان هم هيرجعوا تاني طروادة، وفعلا بيركبوا السفينه
السفينه وراجعين، بس بارس بيروح لاخوه بيقول له بصراحه انا في حاجه عايز اقولها لك، فبيقول له ايه هي؟ فبينزلوا كده تحت السفينه، وهيكتور بيلاقي ان هيلين معاه، بيقول له اللي انت عملته ده، انت عارف انت عملت ايه؟ السلام اللي كان ابويا طول عمره بيحلم بيه مع سبارتا، انت كده خليته حرب كبيره واحنا مش قد جيش اليونان. فبيقول له بس انا فعلا بحبها، انا اول مره في حياتي احس بالحب ده. فهيكتور بيبدا يقتنع بكلامه وبيروحوا على طرواده. على الناحيه الثانيه بقى ملك سبارتا اللي هو الملك منيلاوس بيعرف ان مراته مش موجوده، فبيتعصب جدا على كل الموجودين، بيقعدوا لهم يعني هي فين، لحد ما الجنود بتاعه بيخشوا وبيبقى معاهم راجل كده بيقولوا ان الراجل ده شافها على المينا وهي بتركب السفينه بتاعت امراء طرواده، فبيتعصب جدا وبيروح بقى لاخوه الملك اجمنون بيقول له يا اخويا احنا طول عمرنا في ظهر بعض، طول عمرنا انا بساعدك في الحروب اللي انت بتخشها، دايما انا في ظهرك، فجه الوقت ان انت تقف في ظهري. فبيقول له في ايه اللي حصل؟ فبيقول له شرفك يا اخويا، شرف اخوك اتسرق، مراتي الامراء بتوع طرواده سرقوا مراتي وراحوا بيها على طرواده. فبيقول له لا 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 الا شرف اخويا، احنا هنروح كلنا طرواده، كل جيش اليونان كله هيروح طرواده. ولما اخوه بيمشي الملك اجمنون كده اصلا بيبقى قاعد مبسوط، بيقول اول مره مرات اخويا تعمل حاجه صح في حياتها، دلوقتي هيبقى عندي الحج ان انا اروح طرواده واخدها كلها وتبقى تحت ايدي، لانه اصلا هو مش همه شرف اخوه ولا اخوه ولا اي حاجه من الكلام ده، هو كل همه ان هو يوسع الاراضي بتاعته ويكبر الجيوش بتاعته. فهو بيأمر بقى ان كل جيش اليونان يجتمع عشان هيروحوا طرواده. واكيليس بقى لما بيعرف الحوار ده بيقول انا مش هروح، ده حرب ما تخصنيش اصلا وانا مش هروح لان انا ما بطيقش الملك ده. فالملك لما بيعرف الكلام ده بيقول عادي ولا يفرق لي، انا كده كده هاخد معايا اكتر من 50,000 جندي وهروح هناك، مش هتيجي يعني على اكيليس. بس المستشار بتاعه بيقول لا 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 اكيليس هيفرق معانا جامد في الحرب دي، ولو ما خدناهوش هتبقى خساره جامده لينا. تخيل كده لما نخش على عدو واكيليس يبقى هو اللي بيقود الجيش بتاعنا في السفن الاولى، اقوى محارب في اليونان كلها، اكيد ده هيدب الرعب في قلوبهم قبل ما الحرب تبدا اصلا، فهتبقى غلطه منك جدا لو ما خدناش اكيليس معانا. فقول له يعني اعمل ايه يعني؟ هو مش عايز يجي. فهو لا انا اعرف شخص واحد بس هو اللي هيعرف يقنع اكيليس ان هو ينضم للحرب معانا. وفعلا بيروحوا الملك اسمه اوديسيوس، وانا عايزك بقى تكون مركز مع اوديسيوس جامد، لان ده هو اصلا بطل فيلم ذا اوديسي، واحداث فيلم ذا اوديسي كلها قايمه على الراجل المهم يعني ان هم بيخلوا اوديسيوس اللي هو يروح يكلم اكيليس ويقنعه ان هو يجي. وفعلا هو بيروح بيلاقي ان اكيليس قاعد بيتدرب مع شاب صغير كده من جنوده اسمه باتروكليس، والشاب ده هيبقى مهم جدا خد بالك قدام في الحرب اللي هتحصل. اوديسيوس بقى بيكلمه بيقول له انت لازم تيجي، فاكيليس بيقول له لا دي مش الحرب بتاعتي هاجي اعمل ايه، وبعدين اصلا انا مش بعتبر الراجل ده الملك بتاعي. بيقول له لا بس اسمك المجد اللي انت طول عمرك نفسك تصنعه، الحرب دي اظن عمرك ما هتلاقي حرب هتيجي اكبر من دي، تخيل اليونان كلها واكتر من 50,000 جندي رايحين طرواده، فهتبقى حرب كبيره جدا. فاكيليس بيقتنع بكلامه. بعدها بقى اكيليس بيروح لامه سيتيس اللي بتبقى واقفه في بحيره، ودي ممكن حاجه انا اقولها لك ما اتذكرتش في الفيلم بس هي موجوده في روايه الالياذه. المفروض اصلا ان امه دي كانت عشيقه زيوس، وزيوس جوزها الملك بشري بدل ما يتجوزها هو، لان كان في نبوءه بتقول ان ابن الست دي هيكون اعظم واقوى من ابوه، فزيوس خاف طبعا على عرشه، فعشان كده هو جوزها لراجل بشري. المهم يعني اكيليس بيروح يتكلم معاها وهي بتبقى زعلانه، بتقول له يا ابني انت قدامك اختيارين مفهومش تالت، يا اما تقعد هنا وتعيش حياتك وتتجوز وتخلف وتعيش حياه عاديه وهاديه، بس مجرد ما تموت واحفادك يموتوا اسمك هيتنسى ومحدش هيفتكرك، يا اما هتروح الحرب دي وانا عارفه انك مش هترجع منها وهتموت هناك، بس اسمك ومجدك هيعيشوا لالاف السنين والناس هتفضل تفتكر اسمك لحد اخر العمر اكيليس. طبعا اكيليس بقى كبرياءه وعشقه للمجد اللي انت بتشوفه من اول فيلم بيخلوه يختار الاختيار التاني، وبيقرر ان هو يروح الحرب دي عشان يفضل مخلد اسمه في التاريخ. الجيوش بقى بتتجمع كلها وبنشوف اكتر من 1000 سفينه يونانيه بتتحرك في البحر ورايحين على طرواده، وفيهم اكتر من 50,000 جندي. واول سفينه بتبقى سابقه الكل بمسافه كبيره كمان هي بتاعت اكيليس والجنود بتوعه. اكيليس بيبقى واخد الموضوع بقى تحدي وعايز يثبت لاجمنون وللكل ان هو مش محتاج يستنى حد، هو داخل الحرب دي لوحده. وعلى الناحيه التانيه بقى في طرواده بيكون هيكتور والناس اللي معاه بيبقوا واقفين فوق السور بتاعه، السور اللي مفيش اي جيش يقدر يعديه، وهم بيبصوا كده بيلاقوا ان البحر كله اتملى سفن. هيكتور هنا بقى بيعرف ان الحرب خلاص بدات وان غلطه اخوه باريس هتدفع ثمنها طرواده كلها. سفينه اكيليس بقى هي بتبقى اول السفن اللي بتوصل للشط، والجنود بتوع طرواده بيبداوا يضربوا عليهم اسهم، بس اكيليس والرجاله بتوعه بيعملوا حركه ذكيه ان هم بيعملوا دروع كده وبيحموا نفسهم بيها، بيقدروا بقى يعدوا من خط الدفاع بتاع طرواده، واكيليس بيبدا يوري الناس كلها ان هو فعلا اقوى محارب في اليونان. هيكتور بياخد الجيش بتاعه وبينزلوا بس بيتهزموا، واكيليس واللي معاه بيقدروا يهزموهم بكل سهوله وبيخشوا جوه المعبد بتاع ابولو اللي موجود بره الاسوار، وبيقدروا ان هم يقتلوا كل اللي فيهم وبياخدوا بقى كل الكنوز اللي كانت موجوده جوه المعبد ده. وهيكتور ساعتها بيبقى قدام اكيليس، بس اكيليس بيقول له يلا امشي. الراجل هنا بيستغرب بيقول له نعم، فبقول له ايوه امشي، انا مش هقتلك دلوقتي ومفيش شهود، انا عايز اقتلك قدام كل اليونانيين وقدام كل بتوع طرواده عشان هتبقى حاجه عظيمه جدا لما اكيليس يقتل بنفسه امير طرواده. وفعلا هيكتور بيمشي. ساعتها بقى هما بيلاقوا بنت بيبقى اسمها بريسيس، بتبقى بنت عم هيكتور وبتبقى في نفس الوقت خادمه هنا في المعبد، فاكيليس بياخدها لنفسه كغنيمه يعني، بس هو ما بيعملهاش وحش، بالعكس هو بيبقى حلو معاها في المعامله، بيقول لها انا مش هاخدك عشان اخليك عبد او جاري عندي، فبتقول له انت زيك زيهم، انت فرقت عن
انت برضه همجي وبتحارب بهمجيه وعايز كل حاجه لنفسك، انت بتعمل كل ده ليه اصلا؟ فبقول عشان المجد. انا مش جاي هنا باسم ملك ولا باسم اليونان، كل ده ما يهمنيش. انا ما يهمنيش اصلا الملك اللي انت شايفاه ده، ولا يهمني اليونان، ولا تهمني طروادة في حاجه. انا اللي يهمني ان اسمي يتخلد في التاريخ. بعدين بقى كل الملوك اللي هم القاده اللي تحت الملك اجمنون بيبقوا بيحتفلوا معاه في الخيمه بتاعته، بيقدموا له هدايا على اساس يعني ان هم خلاص كسبوا اول معركه. فهو بيبص كده لاكيليس بيقول له امال فين هديتك؟ اكيليس طبعا ما بيعبروش وبيقول له وانت فاكر انك هتكسب الحرب دي والتاريخ هيفتكرك انت؟ التاريخ هيفتكرني انا اكيليس اقوى محارب، هو اللي هيقدر يفتح طروادة. فالملك بيقول له يا حبيبي انت زيك زي اي جندي هنا، والتاريخ عمره ما هيفتكر الجنود اللي شاركوا في الحرب، امال التاريخ هيفتكرني انا الملك اللي قدرت افتح طروادة، وانا هبني لنفسي تماثيل في كل حته واسمي هيكون في كل مكان. امال انت مجرد جندي هنا زيك زي بقيه الجنود، هتموت ومحدش هيسمع عنك اي حاجه. اكيليس طبعا ساعتها بيتعصب من الكلام ده، بس برضه الملك بيتراخم على اكيليس اكتر وبيبعت الجنود بتاعه ياخدوا البت اللي كان اكيليس خدها. بيقول له بقى اعتبر ان دي هديه منك يا اكيليس، انا هاخدها لما اشوف اكيليس حابب البنت دي ليه. اكيليس طبعا بيتعصب اكتر بس بيسيبه وبيمشي، وساعتها بيقرر ان هو خلاص مش هيكمل الحرب دي، وبيروح للجنود بتوعه بيقول لهم حضروا له يلا السفن بتاعتنا عشان هنرجع اليونان تاني، انا مش هكمل الحرب دي. على الناحيه التانيه بقى جوه طروادة بيبقوا بيجهزوا وبيعملوا المدافن والعزا بتاعت الناس اللي كانوا ماتوا في الحرب، وبيولعوا في الجثث. بس ساعتها كلهم بيبقوا عارفين ان هيلين هي السبب بكل اللي بيحصل دي، وهي بتبقى سبب المجازر اللي بتحصل واللي لسه هتحصل. بس بعد ما بيخلصوا موضوع العزا دوت، الملك بتاع طروادة بيجتمع بقى مع القاده بتوعه وحتى حواليه ولاده الاثنين، بيقول لهم ايه هنعمل ايه دلوقتي وايه الحل؟ بيقولوا له احنا كده كده هنقدر نصمد قدامهم في الحرب دي. ما تنساش يا ملك ان احنا معانا اسوار طروادة اللي الالهه بنفسهم بنوها، وعلى مر السنين اللي فاتت دي كلها محدش قدر ان هو يخترق الاسوار بتاعتنا، فاحنا هنفضل كده محاصرينهم بره ونجاريهم واحده واحده في الحرب، وما تقلقش هنكسبهم. فساعتها بقى بارس بقى واخد حبايه شجاعه وبيقول لهم انا اللي عملت الحرب دي اصلا، الحرب دي كلها بدات بسببي وانا اللي هخلص الحرب دي. انا بكره هتحدى منيلاوس راجل لراجل، واللي يكسب ياخد هيلين والحرب تنتهي، ولو انا كسبت هاخد هيلين وهم هيمشوا، ولو هو كسب يموتني وياخد هيلين ويمشوا. هيكتور بقى بيقول له وانت تفكر اصلا ان هو جاي هنا عشان هيلين او عشان شرف اخوه او الكلام ده؟ هو اصلا واخد كل ده حجه، بس هو جاي هنا عشان يحتل طروادة، وانت اصلا فاكر لو هو كسب هياخد هيلين وهيمشوا؟ هو ولا همه الكلام ده. بس بارس برضه بيصمم على كلامه وبيقول لهم لا انا بكره هقف قدامه راجل لراجل. تاني يوم بقى هيكتور بياخد اخوه بارس والجيش بتاعه وبيخرج بره اسوار طروادة عشان يواجهوا اليونانيين. بيقابلوا فعلا هناك الجيوش بقوا كلهم قدامهم، بس بارس بينادي على منيلاوس وبيقول له انا اتحداك راجل لراجل، واللي هيكسب فينا هياخد هيلين. منيلاوس بيفرح بالكلام ده بيقول له طبعا انا موافق، ما عادش غيرك انت حته عيل صغير اللي جاي تحداني. بيخشوا فعلا الاثنين قدام بعض، بس من اول لحظه منيلاوس بيهين بارس وبيبهدله، ومبقاش بارس اصلا عارف يعمل قدامه اي حاجه وبيفضل يقع على الارض. بس اخوه بيبقى واقف وراه وبيقعد يقول له قوم حارب زي الرجاله، انت كده هتخسر وهتموت. ومنيلاوس بيفضل بقى يتفاخر ان هو بيهين بارس وانه خلاص رايح عشان يموته. فبارس بيفضل يزحف لحد اخوه بيقول له انا اسف بس انقذني انا كده هموت. وهنا هيكتور للاسف بيتدخل في المعركه وبيقتل منيلاوس، وكده خلاص بيكون خرق القانون اللي المفروض من محطوط ان المواجهه راجل لراجل محدش يتدخل. بعدها هيكتور بقى بياخد اخوه والجيش بتاعه ويخش جوه، وطبعا بقى دي بتبقى حجه اصلا الملك اجمنون، ويقعد يقول قتل اخويا خرقوا القانون انا كده مش هسيبهم، انا كده هخش احتل طروادة. وبيفضل بقى متعصب ويفضل يمشي بقى ورا الحجه بتاعت اخوه دي. وعلى فكره هنا برضه عايز اصحح لك حاجه ما اتذكرتش في الفيلم او حصلت بطريقه مختلفه، وان هو اصلا منيلاوس ما ماتش في المعركه دي، وان هو كان جاي اصلا عشان يقتل بارس، بس جيت ساعتها الالهه اللي هي افروديت اله الجمال وخدته وانقذته ورجعته لهيلين. يعني مش هيكتور هو اللي انقذه ولا هيكتور هو اللي قتل منيلاوس زي ما شفنا هنا في الفيلم. بعدها بقى بيروح اوديوسيوس للملك وبيقول له على فكره اكيليس لازم يكون معانا في الحرب، انت لازم تروح تراضيه. بيقول له عايزني يعني اعمل ايه؟ بيقول له اديله البنت اللي هو عايزها، يعني مش هتقف معاك يعني على بنت اديها له. بس اديك شفت اهو اتفرقت معانا ازاي لو اكيليس مش موجود معانا. وهيكتور اصلا بالنسبه لبتوع طروادة هو البطل بتاعهم، هو اللي بقى بيسد قدامنا وبيزرع في قلوب الجنود بتوعه ان هم خلاص هيكسبوا الحرب دي، فاحنا لازم نرجع اكيليس. فهو الملك بيقتنع بيقول له خلاص اديها له، هتلاقي الرجاله بتوعي اصلا بيستمتعوا بيها بره في الخيم. فهي بتبقى فعلا بره والجنود بتوع الملك بيترخموا عليها، بس اكيليس لما بيشوف المنظر ده بيجري عليها وبينقذها منهم. بعدها بقى في طروادة الملك بتاع طروادة بيجتمع مع اولاده والناس اللي حواليه بيقول لهم ايه رايكم هنعمل ايه دلوقتي؟ فبيجي الكاهن وبيقول له ان الالهه راضيه جدا على اللي احنا بنعمله، وان راي الالهه ان احنا نهاجم عليهم بالليل هم نايمين، لان دلوقتي انت هتلاقيهم ملبوخين وعاملين مراسم لعزاء اخو الملك، فاحنا نهاجم عليهم. بس هيكتور بيتعصب بيقول له الكلام ده ما ينفعش، احنا كده بنغلط نفس غلطتهم، احنا انتصرنا في المعركه الاخيره دي بسبب ان اكيليس مش موجود، فلما نروح هناك اكيليس هيبقى موجود معاهم، فما تنسوش حاجه زي دي، واللي احنا بنعمله دوت مش هينفع خالص، ده اكبر غلط، المفروض احنا نفضل هنا ونستدرجهم، يعني هم اللي يجوا عندنا وزي ما احنا كنا عاملين واحنا قافلين على نفسنا الاسوار اهوت. بس الملك بيسمع كلام الكاهن بيقول له قول لي رايك انت يا عم الكاهن، فبيقول ان الالهه شايفه ان احنا المفروض نهاجم ساعه الفجر. فالملك بيقول له خلاص انا خدت القرار،
انت يا عم هيكتور هتقود الجيش بتاعنا وهنروح عندهم. فعلا بقى اليونانيين لما بيكونوا نايمين بيروحوا وبيهجموا عليهم، بيولعوا في كل الخيام بتاعتهم وبيخش حرفيا بيفشخوا فيهم، بس هم بيقعدوا يدوروا على اكيليس، بس اكيليس برضه ما بقاش مهتم ومش عايز يخش الحرب دي. بس بيجي صاحبه بقى الصغير اللي انا قلت لك عليه في اول الفيلم، بيقول له هو انت هتفضل سلبي كده؟ مش عايز تخش ليه؟ مش انت اللي كنت بتدربني كل الفتره اللي فاتت ديت عشان الحروب المهمه؟ فاكيليس بيقول له دي مش حرب وانا ماليش علاقه بيها، اللي عايز يعمل حاجه يعملها. ساعتها الواد ده بياخد الدرع والسلاح بتاع اكيليس ويلبس الخوذه بتاعته على اساس ان هو اكيليس، ولما الكل بيشوفه فعلا بيقعد يهتف باسمه اكيليس اكيليس، وبيخشوا الحرب بقى وهم متحمسين لحد ما الواد ده بيخش وش لوش اللي قدام هيكتور، وبيفضلوا يحاربوا لبعض لحد ما هيكتور بيقتله في الاخر. فكله بيبقى مصدوم، اكيليس مات بالسهوله دي؟ طب ازاي؟ لحد ما هيكتور بيقلعه الخوذه اللي هو لابسها، بس بيتفاجئ ان ده مش اكيليس، ده واحد تاني. وعلى الناحيه التانيه اوديسيوس بيبقى شايف كل ده، بس من جواه عارف ان الموقف ده مش هيعدي على خير، اكيد اكيليس مش هيسكت على حاجه زي دي. وساعتها هيكتور بيبص لاوديسيوس بيقول له كفايه كده بقى النهارده، انا هاخد الجيش بتاعي وهمشي. لان هيكتور من جواه هو كمان عارف اللي هو عمله ده مصيبه ومش هتعدي على خير، لانه هو من لحظه واحده كان فاكر ان هو خلاص قدر يهزم اكيليس ويقتله، فهو بالنسبه له كده الحرب يعتبر خلصت. بعدها بقى الخبر بيوصل لاكيليس ان صاحبه ده مات، فهو بيتعصب جدا بيقول الموضوع ده مش هيعدي بالسهل. بتيجي البنت وراه بترجاه وبتقول له هيكتور ده طيب، ده ابن عمي وانا عارفاه، ده طيب جدا، هو بيعمل كل ده بس عشان خايف على شعبه. بس هو بيتعصب عليها اكتر وبيزقها وبيلبس اللبس بتاعه وبيروح لوحده قدام السور بتاع طروادة وبينادي على هيكتور بيقول له انزل لوحدك او هات الجيش بتاعك وانزل، دي حاجه بيني وما بينك وهنخلصها سوا، ولا انت جبان هتفضل مستخبي جوه. بس هيكتور ساعتها بيبقى عارف ان ما عندوش طريقه تانية، وبينزل وبيلبس اللبس بتاعه وبيودع مراته وعارف ان ممكن ما يرجعش تاني، وبينزل يقف قدام اكيليس راجل لراجل. فعلا هو واكيليس بيخشوا في المواجهه هما الاثنين، بتبقى معركه ما بينهم بتبقى حلوه جدا، والاثنين بيبقوا واقفين مع بعض بالند بالند. بس طبعا اكيليس في الاخر بيقدر ان هو يهزمه ويقتله. ومش بس كده، لا اكيليس بيربط هيكتور في العربيه الحربيه بتاعته، بيفضل يلف فيه ويسحل بجثته حوالين كل اسوار طروادة عشان الكل يفضل يتفرج عليه، وبياخدها بيرجع تاني عند الخيام بتاعتهم. طبعا انت شايف ان المعركه بتاعت هيكتور واكيليس دي معركه عظيمه، وكانت اخراجيا وبصريا كانت كل حاجه حلوه. بس انا عايز افهمك ان برضه في الروايه الاصليه الحرب ديت ما كانتش كده خالص، بالعكس هيكتور لبس لبسه ونزل عشان يحارب اكيليس، بس اول ما شافه طلع يجري وخاف منه لانه عارف ان اكيليس ده مش خصم سهل. فده عكس يعني اللي حصل في الفيلم. بس ما انكرش ان المعركه اللي كانت ما بينهم في الفيلم كانت حلوه جدا، لان شخصيه هيكتور كانت مبنيه بطريقه جميله جدا بصراحه. المهم يعني لما اكيليس بيرجع بالجثه بتاعته الكل بيشوف ان هو قتل هيكتور الامير والوريث مملكه طروادة، فكله بيبقى مبسوط جدا بالانجاز ده. بس اكيليس ما بيبقاش مهتم وشايف ان الانجاز اللي هو عمله دوت انتقام لنفسه. بالليل بقى اكيليس بقى في الخيمه بتاعته، فبيخش عليه راجل وبيكشف كده على وشه وبيطلع هو ملك طروادة. فاكيليس بيستغرب بيقول له انت عرفت توصل هنا ازاي؟ فماك بيقول له ما تنساش ان طروادة ديت ارضي وانا اكتر واحد عارفها. فاكيليس بيقول له ده ايه الشجاعه اللي انت جبتها دي؟ انا ممكن دلوقتي بضربه واحده بس اقتلك. فبقول له انا عارف وبيوطي عليه وبيبوس ايده، بيقول له انا ببوس ايد اكيليس الراجل اللي موت ابني، وديت الايد اللي موتت اعظم محارب في طروادة. انا بس عايز اطلب منك طلب واحد، انك تديني جثته، انا عايز ادفنه واعمل له مراسم دفن كويسه عندنا في طروادة، وانا بترجاك يا اكيليس. فهو اكيليس بيبص له بيقول له انا فخور بالشجاعه بتاعتك وانا موافق على الطلب بتاعك. فالملك بيفرح بقى وبيخرج، بس بيلاقي البنت اللي هي بنت اخوه، فبيقول لها انت عايشه؟ انا بحسبك كل ده متي لما اليونانيين دخلوا المعبد وموتوا كل اللي فيه. وهي بتبص كده لاكيليس، فاكيليس بيفهم بيقول لها دلوقتي انت حره تقدري تروحي مع الملك. فالملك بقى ساعتها بيبص له بيقول له على فكره انا مش شايفك عدو، انا شايفك انك اعظم محارب في اليونان كلها، وانا بجد مبسوط اني شفت اكيليس الاسطوره اكيليس. وبيسيبه وبيمشي. ساعتها بقى بالليل بقوا الجنود اليونانيين مجتمعين عند الخيم، وكلهم بقى حاسين باحباط بان بقى لهم فتره قاعدين في الحصار دوت. بس في واحد منهم بيجي له فكره عبقريه جدا. فكره ساعتها جت في دماغه وحس ان هي الفكره دي اللي هتخليهم يكسبوا الحرب دي ويخشوا طروادة. واللي جات له الفكره دي هو القائد اوديسيوس. انا قلت لك ركز معاه، لان اصلا المفروض ان الشخصيه ديت سواء في الالياذه او سواء في ذا اوديسي هو اذكى شخصيه موجوده في الروايتين. المهم يعني بعدها تاني يوم الصبح الكل بتوع طروادة بيبصوا، بس ما بيلوش اي حد من الجيش بتاع اليونانيين، حتى سفنهم مش موجوده في البحر واختفت. فبينزلوا بسرعه بيروحوا عند الخيم بتوعهم، ومعاهم حتى الملك والامير وكل الناس اللي بتوع طروادة. بيلاقوا ان في جنود كتير ميته من اليونانيين ومترميه على الارض، وان في موجود حصان خشبي كبير جدا محطوط كده في النص. فالكاهن بيقول للملك شفت ده عقاب الالهه، العقاب نزل عليهم وماتوا ودلوقتي احنا منتصرين في الحرب. فالملك بيقول له طب والحصان ده عباره عن ايه؟ لما كان بيقول الحصان ده اليونانيين عاملينه زي اعتذار او استسلام ليهم وللالهه،
والحصان ده هديه من الالهه لينا، احنا انتصرنا في الحرب دي واحنا لازم ندخله جوه، وطروادة تحتفل كلها بالانتصار ده. بارس ما عجبوش الفكره دي، بيقول لا احنا لازم نولع في الحصان ده. فكان بيقولوا لا لا نولع في ايه، انت كده عايز تغضب الالهه، الحصان ده هديه من الالهه لينا عشان احنا انتصرنا. بس بارس ما بيعجبوش الفكره، بس ابوه برضه بيصمم وبيقول انا خسرت واحد من ولادي عشان عصينا الالهه المره اللي فاتت، فانا مش عايز اخسر ابن تاني، فاحنا ندخل الحصان ده جوه طروادة. هنا برضه انا عايز اوقفك عشان اقول لك على حاجه في الروايه، ان الحصار دوت ما عادش بالسرعه اللي انت شفتها في الفيلم دي، ممكن في الفيلم المده كانت شهر او شهور، بس في الروايه الاصليه الحصار ده قعد 10 سنين كامله، 10 سنين. والمشهد اللي هم شافوه لما خرجوا الجنود اللي هم ميتين على الارض دي اصلا في الروايه كانت موجوده بجد، لان ساعتها الاله ابولو اله الشمس لما الملك واكيليس خدوا البنات اللي هم الخدمه بتوعه في المعبد هو غضب جدا ونزل عليهم غضبه اللي هو كان عباره عن طاعون قتل ناس كتير من الجيوش بتوع اليونانيين. بعدين بقى هم بياخدوا الحصان بيخشوا جوه وبيحتفلوا، وطروادة كلها بتحتفل بالانتصار ده، وكل الجنود بيحتفلوا والشعب كله بيهيص. وبعد ما الاحتفال ده بيخلص كله بيخش بيته وبينام. بنكتشف بقى ان الخدعه عباره عن جنود من اليونانيين كانوا مستخبيين جوه الحصان ده، لان جوه الحصان اصلا فاضي، هو يا دوبك بس خشب من بره. يعني اكيليس كان جوه واوديسيوس كان جوه، وخرجوا بقى كلهم مع بقيه الجنود وراحوا بكل هدوء قتلوا كل الحراس اللي موجودين، لان اصلا ساعتها الحراس اغلبهم كانوا نايمين اساسا من كتر بقى الاحتفال اللي كانوا فيه. وشويه كمان من الجنود راحوا فتحوا البوابات الرئيسيه بتاعه طروادة، لانهم ساعتها كانوا مخبين السفن بتاعتهم الناحيه الثانيه من الشط، فما كانتش باينه من ورا الجبال. فهنا يعتبر ان كل جندي يوناني بقى جوه طروادة دلوقتي، ودخلوا وعملوا اكبر مذبحه انت هتشوفها في حياتك، قتلوا كل الرجاله والجنود، وكانوا بياخدوا الستات يغتصبوهم، والاطفال كانوا بيرموهم في الحرائق اللي هم عملوها، لانهم ساعتها ولعوا في المدينه كلها. حرفيا طروادة كلها بقت عباره عن نار والعه ومجزره بتحصل. بس اكيليس بقى في الناحيه التانيه ما كانش همه كل ده خالص، وكان بيدور على البنت بريسيس، كان خايف عليها جدا من اللي بيحصل ده، وقعد يجري وسط الدمار اللي بيحصل دوت على امل ان هو يلاقيها. وجوه القصر الملكي بقى بنشوف ان مرات هيكتور راحت المخبأ سري. كان هيكتور قبل ما يموت قال لها على المخبأ ده، قال لها انا حاسس ان ممكن حاجه تحصل وان احنا نخسر المعركه دي، فخدي اهم الناس اللي موجودين في طروادة وهربوا من الممر ده. فعلا هي ساعتها بتاخد هيلين وبتاخد ابنها، بتحاول تاخد معاها باريس، بس باريس ما بيرضاش، بيقول لها الحرب دي اصلا بدأت بسببي، فانا مش هسيب الناس وهسيب شعبي واهرب بالسهوله دي، فانتوا امشوا وانا هحاول احصلكم. فعلا هما بيمشوا، وباريس ساعتها بيمشي هو يروح ينضم للحرب دي. على الناحيه الثانيه بقى الملك اجمنون عرف ان هو يوصل للملك بتاع طروادة، بيخش له جوه ويبص له بيقول له شوف بغبائك انت عملت ايه، ضيعت كل شعبك على الفاضي بغبائك، بس بص كده شعبك بقى عامل ازاي، والمدينه بتاعتك اللي كلها ولعه وشعبك اللي كله بقى بيموت، وما كنت تسلم لي طروادة من الاول اسهل وخلاص، ضربه واحده بيقتله. بس في طريقه بيلاقي بريسيس قدامه فبيفرح جدا وبياخدها بقى ويقول لها يا سلام، جه الوقت بقى ان انا اشوف اكيليس كان بيحبك ليه، انا هاخدك عندي واخليكي عبده وجاريه عندي، لان خلاص انا هبقى ملك طروادة دلوقتي. بس اكيليس بيشوف المنظر ده هو تحت وبيجري بسرعه عشان عايز يطلع، بس هي بتكون اذكى من الملك، بتكون معاها خنجر مخبيه في ايدها وبتطلعه وبتقتله. هو ساعتها بيبقى متفاجئ بالمنظر اللي هو شافه دوت، بيبص لها كده اللي هو نهايه انا ملك اليونان واللي كان معاه اعظم جيش واعظم اسطول بحري يموت الموتة ديت على ايد واحده عبده جاريه. بس هو ساعتها بيموت. وباريس لما بيوصل بيلاقي اكيليس فبيرمي عليه سهم بيجي في كعب اكيليس، واكيليس بيقع على الارض وبيفضل يصرخ. هنا المشهد دوت ممكن ما عجبنيش في الفيلم لانه ما اتبناش صح، يعني ما جابليش اصلا ليه اكيليس لما وقع على الارض مع ان سهم واحد بس جه في كعبه قعد يصوت بالطريقه دي ويتألم بالطريقه دي. فانا هقول لك ليه، لان في الروايه اصلا امه لما ولدت اكيليس هي غطسته في الميه العالم السفلي عشان بقى يبقى قوي جدا، بس ساعتها الميه ما وصلتش لحد كعبه، فهي ساعتها قالت ده كعبه، يعني ايه اللي هيحصل لو الميه ما وصلتش لكعبه. فاحنا ساعتها بقى في الفيلم بنشوف لما فعلا السهم جه في كعب اكيليس وهو وقع وقعد يتألم جامد، وباريس بيفضل يطلع سهم ورا التاني وبيفضل يضرب في اكيليس لحد ما اكيليس بيقع، وهي بريسيس بتصرخ من فوق بتقول له وقف عندك وقف، ده مش زيهم، ده مش همج زيهم. بس هو خلاص بيكون فات الاوان وهو بيقع على الارض وبيطلع في الروح وهي بتجري عليه، بس هو بيقول لها دلوقتي انت لازم تهربي بسرعه، وانا مش زعلان بالعكس انا فرحان، انا خلاص هموت وانا حققت الحاجه اللي انا عايزها، المجد. وانا اظن دلوقتي ان التاريخ هيفضل يفتكر اسمي لالاف السنين الجايه، اكيليس اللي حقق المجد. وخلاص هو بيموت، وهي فعلا هي وباريس بيحصلوا الباقيين وبيخرجوا بره طروادة وبيهربوا، وساعتها ما بيفضلش غير اوديسيوس هو اللي بيبقى عايش هو وبقيه الجنود اللي معاه. وساعتها اوديسيوس هو الملك بقى، لان خلاص هو الملك اجمنون مات واكيليس مات، فهو بقى بيبقى الملك بتاع اليونانيين دلوقتي، وبيولع في الجثه بتاعت اكيليس. وهو بيقول كده ان فعلا حقق الحاجه اللي هو عايزها، حقق المجد اللي هو عايزه،
التاريخ هيفضل يفتكره لالاف السنين الجايه. اكيليس اعظم محارب في اليونان كلها، والفيلم ما بيخلص على كده. ففي النهايه انا عايز اقول لك ان الفيلم دوت بما ان فيه حروب كتير وجيوش كتير، بس كل واحد في الفيلم ده كان كل اللي يهمه مجده الشخصي بس، او طمعه الشخصي. زي من الاول كده طمع باريس في هيلين اللي هو كان عايزها، مبصش بقى اللي هيحصل لطرواده ولا الاذى اللي هو هيجيبه لطرواده، لان ابوه قاعد بقاله سنين عايز معاهده السلام مع سبارتا، بس هو في طمع شخصي ليه بوظ كل ده. ولا المجد اللي كان اكيليس عايزه، ما كانش همه بقى يحارب باسم اليونانيين، يحارب باسم اي حاجه، المهم يحقق المجد لنفسه هو بس. حتى بنبوة امه اللي قالت له انت هتموت وهو ما اهتمش، اهم حاجه المجد بتاعه وان التاريخ يفتكر اسمه. وحتى اجمنون اللي مش مهتم اصلا بشرف اخوه ولا مرات اخوه، وكل همه المجد برضه الشخصي بتاعه، ان هو يبقى اكبر ملك عمل فتوحات في التاريخ. فهو في الاخر ما بقاش غير اوديسيوس، وده بقى اللي هيكون بطل ذا اوديسي، لان الفيلم هيبقى عباره بقى ان اوديسيوس دوت هياخد بقيه الجنود اليونانيين الباقيين وهيحاولوا يرجعوا اليونان تاني بعد رحله عدت 10 سنين، لان في الناحيه التانيه في اليونانيين هم خلاص فاكرين الناس دي ماتت بقى لان عدى 10 سنين. فلحد هنا بس، وان شاء الله لما اخش فيلم ذا اوديسي هاجي اقول لكم رايي في الفيلم، ولو الفيلم عجبكم يا ريت تقولوا لي. وبس كده، سلام.